السلام عليكم المشاهدين، مرحبا بكم فيديو جديد في الطبخ المغربي مع ام ملك. اليوم غنشارك معكم هاد الحوته اللي كتجي فرا رائعه. خديت هنايا دنجاله شويته وجوج فلفلات حتى هما شويته وقطعتهم، وخديت جوج بطاطات وخيزوه سلقتهم، عندي معلقه تاع مطيشه، وعندي جوج فصوم تاع الثومه، عندي الزيتون القزبر والمعدنوس، وفي التوابل معلقه تاع البزار ومعلقه عرق ومعلقه سكنجبير ومعلقه تحميره ومعلقه ملح صغيره ومعلقه تاع الكمون. هنايا غادي نضيف القزبر والمعدنوس في هذا المول، وغنضيف عليه التوابل وهاد معلقه تاع مطيشه ودوك جوج فصوم تاع الثومه. غنضيف هاد نص كاس الزيت، وغادي نضيف واحد جوج معالق ديال العصير ديال الحامض، راه كيعطي واحد اللذه اللي كتكون ما شاء الله كيجي غزال. وغادي نضيف واحد 4 كاس تاع الماء، تقريبا حتى ل3 المعالق تاع الماء، غير باش يتخلط ليا هاد الخليط مزيان. صافي بهاد الطريقه هذه حتى باقا غادي نضيف واحد نص كاس تاع الماء. وهنا انا خديت هاد الحوته اللي عندي وغادي نفلحها بهاد الطريقه هذه باش تدخل فيها هذيك العطيريه تشرب مزيان. ممكن تخليوها قد ما بغيتو، لا عندكم الوقت كترقدوها في هاد العطيريه وكتخليوها راها كتجي لذيذه بزاف. كتخليوها حتى 4 سوايع حتى ل5 سوايع. انا هنايا غادي نخليها نص ساعه. دابا من بعد ما دازت نص ساعه ها هي غادي نوضعها في المون، وغادي نضيف هنايا نص كاس تاع الماء، يعني 4 كاس تاع الماء في الاول، والنص دابا هي كاس تاع الماء اللي كتهز لكم هاد الحوته هذه. من بعد دابا وضعت فيها هاد بطاطا وخيزو اللي كتسلقت. صافي وضعت الحوته في هاد المول اللي غادي ندخلها فيه الفران، وغادي نستف بحكا بهاد الطريقه هذه. غادي نوضع خيزو هو الاول في الاسفل، ومن بعد غادي نوضع عليه البطاطا. صافي وغادي ناخذ حتى داك الدنجال والفلفله اللي شويت، راه مني كتشوهم راه كيعطيكم واحد اللذه اللي كتكون رائعه. غادي نديرهم في هاد لاصوص هما، وغادي نحاول نستفهم بهاد الطريقه هذه. ممكن اختياري تستفهم باي طريقه نتوما حبيتو. صافي غادي نبقى غادا بهاد الطريقه هذه حتى نستف هاد الخضيره عندي، وصدقوني راه كتجي ما شاء الله. وهنا خديت هاد المطيشه حتى هي درتها في هاد لاصوص. صافي من بعد غادي ندير عليها من الفوق، وهاد لاصوص اللي بقى غادي نضيفو من الفوق ديال الخضر. راه كتجي رائعه وبالخف كطيب. كتوضعوها في الفران اللي كيكون شاعل من الفوق ومن التحت. من الاسفل كتكون النار مجهده، ومن الفوق كتكون النار اللي كتكون مهيله. وهنا غنضيف عليه واحد شويه تاع الزعتر، راه كيعطي واحد نسمه لذيذه. وهنايا ها هو من بعد ما خرجته من الفران راه ما كيديناش الوقت بزاف نهائيا، كلشي كيكون طيب. وكيف ما كتعرفوا الحوت راه ما كيديناش الوقت في الفران، راه كيجي ما شاء الله كتجي محمره ومعسله وكتجي لذيذه. وهنايا الوصفه ها هي انتهت. كنتمنى من الله انها تنال الاعجاب ديالكم. صدقوني راه بالخف كتحضر معاكم هاد الحوته اللي كتجي رائعه محمره ومعسله في الفران ما شاء الله. وشكرا لكم على مشاهده الفيديو. كنتمنى من الله غير لاول مره غادي يشوف القناه وعجبو المحتوى يدير لنا اشتراك وبارطاج مع الاصدقاء باش هكا كتعمل فائده وكتزيدوا تدعموني، وخليو لنا واحد لايك الفيديو. وشكرا لكم، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.